يا ترى انت بتصدق اي حاجة بتتشاف على السوشيال؟ يعني لو صحيت لقيت صورة فنانة مشهورة وفوقها مكتوب هاربة من العدالة متورطة في تجارة أعضاء بشرية، هتصدق ولا هتشغل عقلك؟ وفاء عامر ممثلة معروفة من سنين صحيت لقت نفسها متهمة، مش في دور تمثيلي، لا دي متهمة حقيقي في قضية كذرة تجارة أعضاء بشرية. ومين اللي اتهمها؟ بنت طالعة على تيك توك عاملة نفسها بنت حسني مبارك وقالت كلام ملوش لا رجلين ولا دماغ. قال ايه؟ وفاء عامر شريكة في شبكة لبيع أعضاء بشرية ومعها أرملة لاعب كرة راحل. طيب وبعدين؟ الناس شافت الفيديو وبلغت. لا، ما بلغتش الشرطة، بلغت التيك توك بلايك وكومنت وشير. هنا بقى المشكلة، ان الناس بقوا يحكموا بالفيديو مش بالعقل. بقينا نصدق اي حد لمجرد انه بيصيح في الكاميرا. لكن وفاء عامر ما سكتتش، قدمت بلاغ رسمي في النيابة وقالت اللي اتقال ده سب وقصف وتشويه سمعة وانا مش هسكت. بل وصل انها قدمت اكتر من 10 بلاغات ضد البنت اللي قالت الكلام ده، وقالت بكل وضوح انا مش بس هرد، ده انا هاخد حقي كامل. طب واللي اتهمها البنت دي اتقبض عليها. الداخلية نزلت بيان رسمي وقالت انها نشرت فيديوهات مفبركة بقصد الشهرة، عاوزة تعمل ترند على جثث الناس. يا ترى كم واحد اتشوهت سمعته عشان واحد او واحدة حابة تعمل محتوى ساخن؟ كم بيت اتخرب بسبب شير عشوائي؟ كم عقل ضاع وهو بيصدق كل حاجة مكتوبة على صورة؟ اللي حصل مع وفاء عامر مش مجرد إشاعة، ده جرس انذار ودق من زمان، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. لو فضلنا نصدق كل اللي بيتقال هنلاقي نفسنا بنتكلم عن ناس مظلومة واحنا بنضحك بنشير وندعي اننا مفكرين. خلي بالك، اللي بيتهم حد ظلم هيجي عليه يوم يتشال هو كمان في فيديو ويتحاكم في لايكات. يا جماعة، الموضوع مش بس عن وفاء عامر، الموضوع عنك انت بتصدق ايه وبتختار تشارك ايه وبتساهم في ظلم مين من غير ما تحس. افتح عينك واقفل بقك لحد ما تتأكد. شوية عقل بس هو ده اللي بيخلينا نعيش بكرامة. كلمتين وحبيت اقولهم على السريع. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.